ازيك رجعت تقدم على شغل تاني ها؟ رجعت. تعرف دي هتكون المرة الكام اللي تقدم فيها وما يجيلكش اي رد؟ عارف دي هتكون ال200. وبعدين انت مجرد صوت جوايا فمش لازم اسمعلك، بس انا جاي اقولك كلام مهم فلازم تسمعني. متصدقش كلام الناس اللي بتقولك ارمي السي في بتاعك في كل حتة وخلاص، انت مغيرتش اي حاجة، فليه مستني نتيجة مختلفة؟ انت نسيت اخر مرة. مساء الخير. مساء النور. اتفضل عرفنا بنفسك. انا عبد الرحمن، جونيور فرونت اند، اتخرجت وخلصت الجيش بتاعي من سنتين. خلصت كورس سي اس 50 وخدت دبلومة فرونت اند. ممكن تقول لنا ايه المشاريع اللي اشتغلت عليها؟ وانا في الدبلومة اشتغلت على مشاريع زي عملت تو دو ليست واي كوميرس بسيط. طب اشتغلت في شركات قبل كده؟ لا الحقيقة دي اول مرة، بس وانا في الجامعة كنت شغال مع عملاء على مشاريع بسيطة زي لاندنج ويب سايت. فاكر بقى ساعتها اتقالك ايه؟ تمام يا عبد الرحمن، احنا كده خلصنا، هبلغك ان شاء الله لو في جديد. تمام شكرا. وكالعادة مفيش جديد. بقول لك يا صاحبي، مفيش قدامك اي فرصة شغل ان شاء الله حتى كول سنتر؟ عشان انا زهقت من كتر ما انا عمال ابعت لشركات ومفيش اي شركة راضية ترد عليا. فلو تعرف كده حد يعمل لي ريكومنديشن ولا في اي فرصة شغل قدامك كده ابقى ابعتلي حبيبي. فقررت ابعت لهم واعرض عليهم اني اصمم ليهم موقع يساعدهم في انهم يظهروا في السيرش انجن، وكمان تصميم الموقع يساعدهم انهم يبيعوا اكتر. افتكرت وقتها نقطة اليو اس. انا عبد الرحمن عصام، سوفت وير انجينير، وكنت عملت ريسيرش كامل عن شركتكم وعرفت ان انتوا بتحاولوا تعملوا ماركت بنتريشن، وقدرت اوصل للكومبيتيتورز اللي في نفس الفيلد وعرفت التكنولوجيز والتكنيكس اللي هم بيستخدموها. فانا كنت حابب اقترح عليكم ان احنا نشتغل مع بعض على تطوير فكره سوفت وير يعمل فول اوتوميشن للكرنت ورك فلو الحالي بتاعكم. وده بدوره هينعكس ان انتوا تقدروا تضاعفوا الانتاجيه الحاليه من غير ما تكونوا محتاجين ان انتوا تعملوا اكسبانشن للتيم بتاعكم. فلو انتوا شايفين ان الفكره دي انترستنج ليكوا، خلينا نحدد ميعاد ميتنج في اقرب وقت اشرح لكم ونتكلم اكتر عن الفكره. وعامه هتلاقوا مع المسج دي مبعوثه بلان كامله مفصله فيها التايم لاين والفيتشرز ليست للسوفت وير ده. عبد الرحمن، مم. الكاميرا شغالة. كنت بتقول عايز تعمل فيديو عن ايه؟ كنت عايز اعمل فيديو عن ازاي الناس تقدر تقدم في شركات من غير ما تترفض، واكتر حاجة عايز اتكلم فيها وهي تغيير عقلية الناس تجاه الرفض. ان بمنتهى البساطة انت ممكن يكون السي في بتاعك موصلش او انك كاتبه بفورمات مش مظبوطة، بعدين لازم تفكر بطريقة مختلفة. تخيل كده انت مقدم على شغل وفي 1000 واحد غيرك قريبين من نفس مهاراتك ومقدمين بنفس الطريقة، فطبيعي جدا فرصتك هتقل. فليه ما تفكرش بطريقة مختلفة زي انك تختار شركات الهيراركي الوظيفي اسهل فيها، يعني تقدر بسهولة توصل للاشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرار، وبدل ما تبعت سي في تقليدي ابذل جهد في انك تعمل ريسيرش مفصل عن الشركة دي وايه الخطط بتاعتها اللي جاية، وفكر في خطة تبدأ تعرضها عليهم. وبدل السي في ليه ما تصورش فيديو انترو بسيط لنفسك بتشرح فيه بشكل سريع الخطة دي. وعشان تضمن انهم شافوا فكرتك تقدر تدور بكل سهولة في لينكد ان عن الناس اللي شغالين في الشركة دي وماسكين مناصب ادارية وتبعت لهم. وافتكر دايما ان اللي هيقرا السي في بتاعك او فكرتك هو بني ادم زيه زيك، فلازم الرسالة بتاعتك تبقى ليها علاقة بنفس الاهداف اللي الشخص ده بيدور عليها. ودايما اسأل عن اسباب الرفض واشتغل عليها، وبدل ما تقعد ترمي السي في بتاعك في شركات كتير اختار شركتين او 3 تحط كل جهدك فيهم وتعمل ريسيرش مفصل عنهم. وحاول دايما في بداياتك تدور على شركات يسهل عليك انك توصل للمسؤولين عن اتخاذ القرار. وبس.